انا في واحد لوتيل دابا، لوتيل الي كوريكت الي بيان، ولكن السيرفيس راه ما يمكنش كتبقى الطريقه باش كيتعاملوا سورتو الناس ديال لا ريسبسيون اللي هما ليماج نورمالمون ديال لوتيل. راه في اي اوتيل مشيتي راه ليماج لا بروميير امبرسيون اللي كتاخذ هي من عند الناس لا ريسبسيون. خص تكون بنادم باشوش، يكون بنادم ماشي مستفز في التعامل بحال الا ما عرف شنو كيدير لك. كتقدر تمشي لاوبرج وتلقى انسان باشوش يحببك في الجلسه في داك لوتيل في داك لوبرج، وتجي الاوتيل تولي باغي تهز لي فاليز ديالك تخرج بحالك. وبغيت نمشي بحالي في لانويتي الاولى، والناس ديال لابرود الله يجازيهم بالخير دخلوا واعتذروا الناس ديال لوتيل وسمحوا لنا راه غير غلطوا. ساعه كترجع وكتلقى واخا تبدلوا الناس واخا حقا غير غلطوا باقي نفس الاسلوب المستفز. كتقول كون مشيت في الاول. هذا رساله انك ما تعاودش تعطي فرصه ثانيه. وانا الصراحه ما عمرني مشيت لشي اوتيل، عمرني عرفت اخويا كيفاش كيتعاملوا هذوك الناس. حنا مرة مشينا لشي اوتيل ما عمرنا دخلنا ليه. راجلي كيقول لي حرام في العلاقه الجنسيه والحميميه اننا نشعلوا الضوء، فكيقول لها ممنوع تشوفيني ولا نشوفك وإحنا عريانين إلى أن ننتهي العلاقة الحميمية أو إلى أن يصفر سيدنا الحكم. واخا كيشدوا غير داكشي علاش. فما الحل اخويا الفقيه؟ انا تشهيت غير نشوف راجلي ونشوف وجه راجلي ونحن نجامع بيننا وبعضنا البعض. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يعني هذا هو سبب بعدنا على الدين وبعدنا على الإسلام وعدم معرفتنا بالإسلام ديالنا. يعني لو هذا الرجل هذا مثلا زوج هذه المرأة هذه، لو كأنه كان فاهم وعرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع أمنا عائشة من إناء واحد، من إناء واحد. تماك تلاش كتطفي الضو؟ لاش تشعل الضو؟ لا دير لي كاميرا خفيه. شكون قال لك تطفي الضو؟ شكون قال لك؟ انت باش تمتع بزوجك راه زوجتك هذه، شوفها وتشوفك وعفها وتعفك وحسنها وتحسنك وبرعها وبرعك. انت شكون قال لك تطفي الضو؟ شكون؟ لا عورة بين الرجل والمرأة. الرجل والمرأة يعني المتزوجين ما بيناتهمش عورة، ما بيناتهمش عورة. لا عورة بين الرجل وزوجته، ما كايناش العورة بيناتهم. فشعل الضو الله يجازيك بخير وتمتع بزوجتك وشوف لها في وجهها وتشوف لك في وجهك وتشوفوا بعضياتكم. بارطاجيو هذا الفيديو للناس باش يفهموا شويه ويعيقوا شويه. الله يجازيكم بخير. راه كاين شي وحدين والله العظيم الا تزوجوا تيتعداو على عيالاتهم. السلام عليكم ورحمه الله. ما علاش كنحس بان هذا السؤال كتبغاه هو واقيلا. زوجة مطلقة 4 ديال الوليدات. واش في 2006 زاد لي الوليد الاول الثاني الثالث الرابع بجوج البنيتات سواله. صافي دوزت لقسم الله مع داك السيد، ما بقيتش مرتاحه مع داك السيد في الزواج ديالي. انا اللي دفعت الطلاق، انا اللي طلقت. مور ما طلقت بشهرين تعرفت على واحد السيد كان جارنا ولد جارتنا ولد حومتي. دوزت معاه 3 سنين و6 شهور. كانت علاقه بيناتنا غير شرعيه. جبتو معايا سكنتو في داري مع بناتي، ولدت معاه وليد الله يرحمه. قبل الوليد شهر توفى داك الوليد. وقعوا مشاكل بيني وبينه بزاف ديال المشاكل. كنت كنتسنى صراحه الله منه شي حاجه زوينه، ولا ساعه ما للاسف حتى حاجه ما صدقت منه زوينه. بالنسبه للتهديد كنت ساعه اللي كنت انا وياه كنا شي تصاور شي فيديوهات، يعني تصوروا فيديوهات فيهم بزاف ديال الزهو ديال الضحك. هاني باينه واقيلا كانت مصاحبه معاه قبل ما تطلق. فاش كانت مجوجه كانت مصاحبه معاه واقيلا، وتلقى هذاك هو السبب ديال باش تطلقها. نشاط ديال القصاير، يعني شي واحد غير انا وياه بزاف ديال الحوايج. وداك الفيديوهات ولا كيصيفطوهم للطليق ديالي. والنفقه ما كنشدهاش بسبب هذا السيد هذا، حيت كنقول له عطيني النفقه، ولا غير بحال دابا تصيفط لهم فلوس وما داعياش انا على النفقه، حيت لاكارت ما عندي لاكارت ميته.
هذه 3 سنين ولا كارت عندي ميته، ما لقيتش اللي يعطيني شهاده السكنه. والدار اللي سكنت فيها وكنقول لهم عطوني شهاده السكنه، حدهم كيعرفوا بلا مسكنه معايا واحد اخر وما مجوجاش وداك الشيء، كيبغيو بحال يجيبوا لي البوليس ولا شي حاجه، وكنضطر نوض المشاكل في الدار اللي سكنت فيها والصداع، كنضطر نحل بحالاتي، كنخاف يجيبوا لي مخزن ولا شي حاجه حيت علاقه غير شرعيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أنا مهرب من الحلال مشى للحرام. شوف أنت هذا من المال. حبيبتي، ايوه حبيبي. ايه رايك ننزل نتعشى النهارده بره؟ وليه نتعشى بره؟ ما تيجي نعمل اكل في البيت هيبقى احسن واوفر. ايه ده بجد؟ امال انت فاكر ايه؟ انا مش مصدق نفسي الصراحه. لا صدق. بقول لك ايه، ما تيجي نروح عند مامتك بكره؟ لا ما احنا كنا عندها الاسبوع اللي فات، تيجي نروح عند مامتك؟ بتهزري؟ لا بهزر ليه، هي مامتك واكيد لها حق علينا احنا كمان. انا شكلي اخترت صح بقى ولا ايه؟ طبعا. حبيبتي انا نازل، محتاجه حاجه اجيبها لك معايا وانا جاي؟ لا يا حبيبي، وانا طالعه جبت لك كل اللي انا محتاجاه من تحت. عايزه سلام. ايه ده، انا بحلم ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي، انا لسه عارف بالصدفه ان عيد ميلادك النهارده ونسيت اجيب لك هديه. ولا يهمك يا حبيبي، انت هتفتكر ايه ولا ايه؟ كفايه عليك ضغط الشغل. ده مقلب انت عاملاه مش كده؟ مقلب ليه بس؟ لا اكيد مقلب، والنكد هيبتدي دلوقتي معروفه. ربنا ما يجيب نكد، ما كنتش انا دلعت، من هيدلع غيري؟ يا رب ده حلم ولا علم، بس حد يقول لي. حلم هذا ماشي علم هذا. وراه الصراحة اللي شوف راه المرأة الصالحة راه خصها تكون بحالها. بسم الله على بركة الله. ماما عندي لك واحد المفاجأة. شنو متخيلة هاد المفاجأة هادي؟ والله ما عرفتها الصراحة. شي كولي ديال الذهب عاوتاني. يقدر معمول الفتى عطيني الذهب. بسم الله بسم الله. ما تدوريش لا، ما تدوريش ما ما نضرش. تدوريش والله ما ندور. ما تدوريش. لا. بسم الله. انا كنشوفكم في التليفون. اش العمر عليك والله ما تشبه. من لا تنسى اللي طيبة قلبها فوق الخيال. أعمل لا تنسى العمر دابا ولا طموضة الملم. اللي سهرت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال. أعمل لا تنسى اللي طيب. بقات لها 3 سيمانات وغادي تمشي. ويلي والله واو. بقات لك 3 سيمانات غتمشي في شعبان، ونزيدك المفاجأة الكبيرة. شنو هي؟ غتمشي انتي وامي. الله الله الله. غتمشي هي وجداتي ان شاء الله يا ربي نمشيو في شعبان. لا يا رب غتمشي العالمين. انتي الحمد وامي. لله. دابا السؤال هنا، واش هاد الفلوس اللي بتصيفط بهم واش حلال ولا حرام؟ هذه شنو هي الخدمة ديالها؟ شنو هي الخدمة ديالها باش بتصيفط مال العمر؟ يعني الانسان بيمشي للعمره ولا بيمشي خصو يكونوا فلوسو حلال، يعني ضرب فيهم تماره وجايبهم من عرض كتافو. انا كتبان لي هادي انا ما عندها شي خدمه ولا شي حاجه، والله اعلم. عاوتاني مستمعات وصلت معايا من الحسيمه باقي عاقل عليها 30 عام وهي مع واحد السيد، 30 سنه. ما واخا عيت ما نحسب فيها 30 عام وهي مع واحد السيد، تقريبا 30 عام. صدق او لا تصدق، فاطمه الزهراء باقي عاقل عليها، وإلا كنت كتسمعني الان تخلي لي ميساج واتساب. 30 عام وهي مع واحد السيد. واش عارفين اش دار ليها فينالمون؟ مش عارفين اش دار ليها فينالمون؟ بمن تزوج صدمة العمر. انا كيتسحابني واش 30 عام يعني مجوجه به، هي قولها 30 عام بلا جواج. ما يمكنش يا صاحبي، كيفاش 30 عام بلا جواج؟ زعما مصاحبه مع 30 عام بزاف يا صاحبي. يلا اذا بزاف 30 عام. يلا 30 عام وماشي غير بزاف آية، وراه ماشي غير بزاف. يلا لما تزوج بالصديقة ديالها، مياه الصديقة ديالها هي اللي عرفاتها عليه ولا عرفاتو على بعضياتهم ملي كان في العمر ديالها 20 عام وهي كتعرفو. انا كنسترجع دابا القصة، باقي عاقل. كانت وصلت معايا في 2021 هاد ليستواغ هادي.
يلا كيفاش 30 عام كتعاود لي القصه وانا عييت في بلاصتها، وما بكات ما والو، قالت لي درس تعلمته في حياتي ومازال الخير قدامي. صعيبه. شكرا لك سلمى من باريس، شكرا لك. قالت لي مزيانه حمزه بحال هاد القصص. 30 عام صعيبه بزاف.